السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة متابعينا الكرام على قناتنا معلومة ريفيو. النهاردة هناخدكم في جولة سريعة لميدان محطة مصر بعد افتتاحه وتطويره. ده مدخل الميدان من ناحية القادم من شارع عبد المنعم وشارع النبي دانيال، وزي ما احنا شايفين الميدان تغير تماما بعد إزالة المواقف العشوائية والبائعين الجائلين اللي كانوا بيحتلوا الميدان. وعلى يمنا في موقف للمتجه للعجمي الهانوفيل بحري، وده عشان المشاريع دي او الاتوبيسات ما تلفش الميدان كله، كل هيبقى على اتجاهه. وبيظهر قدامنا مول الترام، ده هنستعرضه في جزء اخر ان شاء الله. وعندنا برضو موقف تاني للي رايح الموقف الجديد، العصافرة، المندرة، أبيس، الاتجاهات الأخرى. وبيظهر قدامنا المبنى بتاع سكك حديد مصر محطة اسكندرية بعد تطويره وإعادته لأصله. وعندنا برضو على اليمين هنا في موقف للعمرية وبرج العرب عشان يطلع على طول من الميدان، ما يضطرش ان هو يلف الميدان كله. عندنا هنا برضو الكافيهات اللي هتبقى مطلة على الميدان، وفوقها هيبقى فيه لوحات إعلانية مضيئة. الميدان بقى فيه سهولة وانسيابية في المرور جدا. في ناس كتير ما كانتش بتحب تروح محطة مصر، دلوقتي الوضع اختلف تماما. عندنا المبنى بتاع سوق محطة مصر ده مكون من 4 أدوار، وده هنستعرضه معاكم برضو في جزء تاني. المبنى بتاع مول الترام مكون من دورين، برضو هنستعرضه معاكم في جزء تاني. بقى يضم كل البائعين اللي كانوا بيفترشوا الأرض قبل كده، هو وسوق محطة مصر الجديد. عندنا برضو هنا المبنى بتاع سكك حديد مصر، وقدامه في باركينج لمرتادي الميدان اللي هيستقبل حد من المحطة أو عايز ينزل يشتري حاجة. وبكده انتهى معانا الجزء الأول، واستنونا هنستعرض معاكم باقي التطورات في الميدان.